سجل. أنا عربي. أنا مش عربي، أنا فلسطيني وبس. سجل أنا فلسطيني. شو ضل لنا من العروبة غير كتاب التاريخ؟ كل ما جددوا نسخة عماله بيتوسخ. حتى كتاب التاريخ رح نبطل نعتز فيه. والحاضر هيو بينكتب يا عرب، صفحة بيضة حبرها دم، وبراس الصفحة غزة. شو بدكم ندرس أولادنا بالجغرافيا بكرة؟ ماذا يحط فلسطين من الشمال؟ إسرائيل. من الجنوب؟ إسرائيل. من الشرق؟ من الغرب؟ إسرائيل. شو بدنا ندرسهم بالرياضيات؟ 60 شهيد بمجزرة الشجاعية، حطهم على 1800 شهيد. كم شهيد صار مجموع العدوان؟ بس رح ندرسهم بالدين. لما يقصف الجامع بنصلي التراويح بالكنيسة. والمسحراتي برمضان كان مسيحي في غزة. انتم ما تخليتوا عن فلسطين، فلسطين تخلت عنكم. القدس مش عروس عروبتكم. عمرك شفت عروس بدخلتها بتغتصب؟ القدس عروس غزة، عروسها قرب. وانتم مش مدعوين، انتم مش مدعوين يا عرب. قمم عربية، تعملوا قمم، تتناقشوا وبتتباحثوا، ولا لكم كلمة بتنسمع بالمحافل الدولية. شمعون بيريز في أحد خطاباته قدام هيئة الأمم بلش حواره بجملة واحدة زلزل الدنيا فيها، استجدب كل عطف العالم. حكى: نحن في زمان الآباء يدفنون الأبناء. وانتوا يا أصحاب لغة الضاد أعطوني خطاب لرئيس عربي، خطاب واحد، خطاب واحد بس عليه القيمة في المحافل الدولية. تتذكر جملة واحدة بس: لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. وهي سقط، بس البارودة مع مين؟ البارودة وين؟ بتلوموا قطر؟ قناة الجزيرة؟ قطر على الأقل وقفت مع غزة، ومصر بعثت مواد مسوسة، مواد غذائية مسوسة وخربانة. الشيخة موزة بتتبنى أطفال في غزة، السيسي بسكر في المعابر. قناة الجزيرة بتكتب على شاشتها بعد الرقم كلمة شهيد. في قناة العربية تكتب قتيل. يا خسارة، أطفال غزة بياكلهم البرد. بترولكم وين؟ في دبابات وطيارات اليهود. وإذا أطفال الأرض المحتلة يلي عم يستشهدوا إننا عم يقاوموا الدبابة بحجر، وأطفال الجنوب اللي عم يفجروا حالهم وكتب المدرسة ما زالت على ظهرهم، ما فجروا شي فينا. والله ما فجروا يا غوار، ما فجروا شي. الشهيد حر وفي الجنة مقامه، ما مات. الموت إنك تعيش ذليل، الموت إنك تعيش ذليل. مش كل شي بمشي على رجليه عايش. في النفس مقتول، أنت مش عايش. الشهداء مش أرقام، مش أرقام. بذكره باسمه الرباعي، بصفاته، بشكله، كل تفاصيل. الشهيد مش رقم. عذرا، ما بختزل الشهيد بكم خانة على شاشة. إسرائيل يا عرب ما بتخاف من ضحكتنا، بتخاف من دمعتنا. كل هالمجازر ما رف لكم جفن. مع كل هذا غزة مش حتركع، ونقطة الكرامة اللي ضايلة في الوطن العربي هي غزة، وهي خندق المقاومة باسم العرب كله. ولا كان زمان صار في امبراطورية إسرائيلية على كل الوطن العربي. تقدموا حكام العرب، تقدموا. كل اللي بتمنى منكم بس تتقدموا بالعمر بس، حتى تهلكوا بسرعة. شعوبكم راح تتحرر وراح تقضي على ضعفكم. انهض، انهض، ربما يأتيك الوطن على حين غزة. بعض المواقع الإسرائيلية تتناول في محتوياتها بعض الحملات الفلسطينية زي قوارب والحياة لغزة، لأنه هذا إشي بغيظهم فعلا. مبادرة شبابية تكاتف فيها كل الشعب بدون أحزاب، بدون تقسيمات، بدون وجهات نظر، بدون أيديولوجيات متخلفة يا عرب. توحدوا فيها، عمل خير، لأن فلسطين أهل الخير.
شركة جوال بتمنح أرصدة مجانية لكل مشتركي غزة، ما حدا بينام ما في معه رصيد. مين بيعرف فيها هذا؟ لأنها عمل خير. كل الشركات الكبيرة تقدروا تعملوا إشي، اعملوا. مش كم تاجر بيجي بيغلوا المي عشان الناس عم تشتري مي تتبرع فيها لغزة. يا عربي تعال واسألني شو محتاج، بحكي لك سؤالك هاد، وبعد ما تسألني راح أجاوبك بكل كرامة. ولا إشي ما بدنا منكم يا عرب ولا إشي. راح نحمل أحلامنا على كتافنا، ومهما جوعنا مش راح ناكل منها ولا قطعة، لأنه إذا اليوم سدينا جوعنا بأحلامنا بكرة مش حنحلم لا بوطن ولا بحرية، وساعتها بس بنكفر بدم الشهداء كلهم. اقتلوا عربتكم واتركوها زي ما تركتونا. احنا أدرى بالقضية، احنا اللي راح نلف وجه حنظلة، وراح نرجع غسان لحيفا، وراح نجوز جفرة لحبيبها، وراح نشتري كرسي جديد لأحمد ياسين، بارود تبع عمار اللي لسه عملها، وراح نعلم أولادنا إنه راية أبو علي مصطفى كانت حمرة بلون الدم اللي ما بترجعش من دونه الأوطان، وراح نغني معهم فدائي على ألحان الثلاثي جبران، ونعلمهم شو معنى حب الوطن بموطني طوقان. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. عذرا درويش، على هذه الأرض ما يستحق الموت. إنه الوطن.